دقيقة واحدة، احنا معانا كابتن احمد شوبير. اتفضل كابتن شوبير. مساء الخير يا دكتور ياسر. مساء النور يا كابتن شوبير. مساء الخير يا كابتن شوبير. والله انا معجب بالاستاذ عاصم بكري اللي عامل دلوقتي، اللي بيتكلم على الاعلاميين. كل واحد دلوقتي ماشي عامل لك ليس باعلامي ليس باعلامي، كل واحد دلوقتي بيدلي بداله. عامة دي مش قضيتنا. مهندس محمود طاهر واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره يعلمون تمام المعرفه انه تم عقد اجتماع مع بعض المشجعين المتطرفين المتعصبين في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لكيفية استقبال المنتخب الجزائري. قصة معروفة ومحسومة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وانا اللي بتكلم وانا اللي بقول على الهوا. ومع احترامي الشديد جدا لكلام المهندس محمود طاهر، مع احترامي الشديد جدا لكل ما يقال، هذا الامر حدث بمعرفة احد اعضاء مجلس ادارة في الاتحاد وبمعرفة احد المسؤولين البارزين الذين يشغلون منصبا مرموقا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. حضرتك يا كابتن شوبير مش عايز تقول هو مين؟ وتم الاتفاق على مكان تجمع الجماهير، والقصه معروفه، والاولاد طلعوا وقالوا وحكوا المواضيع دي كلها، والاولاد وصلوا لبعض اقرانهم في تونس ولبعض اقرانهم في الجزائر اول ما طلعوا من الاجتماع، والخبر اتملى وكان موجود على النت وكان موجود في حتت كتيره جدا. فانا لا بفتي ولا بالف ولا بجيب حاجه من عندي. لا انت انا عايز استاذنك يا كابتن معروف يا دكتور ياسر ومعروف يا باشمهندس محمود، وتحت امركم في اي اسئله اتفضلوا. لا يا كابتن شوبير، انت بتقول ان انا على علم وجميع اعضاء مجلس الاداره على علم ان هناك اجتماع تم داخل اتحاد كره القدم المصري. طبعا بإيه؟ طبعا. ومن هو عضو مجلس الاداره اللي كان حاضر في هذا الاجتماع؟ اسال حضرتك جوه الاتحاد هتعرف مين هو عضو مجلس الاداره اللي عمل الاجتماع بمباركه من بعض الساده اعضاء مجلس الاتحاد. انت مش عايز تقول هو مين يا كابتن شوبير؟ ازاي نتعامل؟ اصل دي قصص مش وهميه يا دكتور ياسر، دي قصص معروفه. مش هل يديرك حاجه يا كابتن شوبير انك تقول هو مين؟ لا مش من هو عضو مجلس الاداره اللي كان مجتمع؟ معروفه جوه الاتحاد وانتوا عارفينها كويس. يعني لا انا مش عارف كده كويس. انت دلوقتي عاصم بكري يتهكم علينا هذا التهكم. كابتن شوبير انت بتقول لي انت عارف كده كويس وانا بقول لك انا مش عارف كده. الوطنيه، انت حضرتك وطني وانا وطني والدكتور ده بالتاكيد يا كابتن شوبير، بس انت حضرتك مش عايز تقول هو مين. لا ما هو معروف جوه اتحاد الكوره. معروف لمين؟ اذا كنت انا بقول لك انا مش عارفه. لا والله معروف يا باشمهندس محمود، الراجل معروف، عضو مجلس اداره معروف، ومعروف مين اللي قال يعمل الاجتماع، ومعروف مين اللي حضر الاجتماع، والقصه مش سر يعني. طب احنا اجتماع ليه يا كابتن شوبير؟ معلش طب ماشي انا هوافقك على كل اللي قلته، بس اجتماع ليه؟ ماذا دار في هذا الاجتماع يا كابتن شوبير؟ احنا بنسيب الموضوع الرئيسي وبنمسك في شويه حاجات كده، بنسيب الموضوع ان كان فيه. احنا من البدايه قلنا اصل ما كانش فيه ضرب، اصل ما كانش فيه مش عارف. دلوقتي كلنا، رئيس الاتحاد وحضرتك والسيد مدير الاتحاد والناس كلها بيعترفوا انه كان في ضرب وكان في تحطيم وكان في اتوبيس وكان وكلنا بنعترف ان احنا بنستحق العقوبه وكلنا بنعترف اننا اخطانا. يا كابتن شوبير ما حدش، معلش مع احترامي يا كابتن شوبير بعد اذنك، اتفضل. لم يحدث انه في حد قال ما كانش فيه ضرب. لا انما اللي اتقال ان حصل ضرب من جوه. معلش لا معلش يا كابتن شوبير بعد اذنك، اللي اتقال انه حصل ضرب من جوه. ما كانش فيه ضرب. مصر بلا استثناء كلها قالت ما كانش فيه ضرب. يا كابتن شوبير هناك تحقيقات امنيه وتحقيقات نيابه. وشاطر وعارف كويس قوي. خليه يجيب الجرايد والصحف والمواقع والبرامج المصريه. ايوه. وخليه يجيب الاخوه دلوقتي اللي بيطلعوا بيقول لك اخواتنا وحبايبنا وكانوا عاملين ايه قبل واثناء وبعد. ما فيش حد خالص اعترف. بدات بقى في النهايه الناس بدات تتكلم وبدات تقول ده في الاواخر لما لقينا للاسف الشديد انه موثق بالصوت والصوره هناك في الفيفا ما حدش قدر يتكلم. ادي القصه يا باشمهندس محمود. لا مش هنلف معلش. لا معلش احنا مش هنعمل القضيه انها موثقه بالصوت والصوره. ما احنا عندنا توثيق بالصوت والصوره. أيوة. انه ان الفريق الجزائري كسر الاتوبيس من جوه. ومش الصوت والصوره بس يا كابتن شوبير بعد اذنك. نعم. بتحقيقات البوليس وتحقيقات النيابه المصريه. بص يا باشمهندس هل احنا اللي حضرتك بتقوله ده كبير جدا. طالما عندنا توثيق بالصوت والصوره لازم نعرضه على العالم كله، ولازم العالم كله يعرف ان الناس دي كسرت الاتوبيس من جوه والناس دي عورت. طبعا كلام كابتن شوبير صح. الكلام ده موجود. وايمن قال لك دلوقتي ده موجود في النيل الرياضي. احنا لازم نعرض هذا على العالم كله. يا كابتن شوبير مين اللي يعرضه على العالم كله؟ احنا ايوه الصحافه المصريه والاعلام المصري هو اللي يعرضه على العالم كما فعل الاعلام الجزائري. يا باشمهندس محمود يا دكتور ياسر، عايز اقول بس كلمه بسيطه جدا. هم ايه اللي خلاهم خدوا عقوبات؟ ان في ملف اتحط موثق بالصوت والصوره وانتوا اعترفتوا بده. طالما احنا عندنا ملف
موجود موثق بالصوت والصوره ان لعيبه الجزائر هم اللي قالوا هذا الكلام، ولاعيبه الجزائر هم اللي عملوا في نفسهم هذا الكلام، لابد ان يعرض على العالم كله ويعرض على الفيفا عشان يثبت ان الناس دي عملت تمثيليه. هذا الملف عرض على الفيفا يا كابتن شوبير. انا بشكرك كابتن شوبير. انا اصل الوقت انا عديناه من زمان يعني بس هو الموضوع جه متاخر، واعتقد الموضوع جدير بحلقه اخرى، وهذا الاتهام الموجه من الكابتن احمد شوبير، مع احترامي الكابتن احمد شوبير، يستحق الدراسه او يستحق الفصل والحسم. واعتقد ان حضرتك بتوافقني على ان انت لازم تدعو كعضو مجلس الاداره لفتح باب التحقيق. عايزين نعرف مين، هل ممكن يطلع مفيش حد خالص عمل حاجه، وممكن يطلع فيه مجرم او متهم، اسف في التعبير، متهم حقيقي داخل اتحاد الكوره، لكن لازم انه يبقى فيه متهم وتثبت براءته او تثبت ادانته. انا بشكر حضرتك جدا لانها كانت سهره يعني اعتقد انها كانت ساخنه بس هادئه وسط اجواء عاصفه. وان شاء الله احنا يوم السبت هنستكمل صفحاتنا، ونشوفكم يوم السبت ان شاء الله، وتصبحوا على خير.